من أسبوع تقريبا أعلن النجم الكبير كريم عبد العزيز عن فيلم كيميت الأرض السوداء، وأعلن إنه هينزل إن شاء الله في موسم عيد الأضحى 2025. الفيلم من بطولته بطولة ياسمين صبري وأحمد غزي ومريم محمود الجندي وعصام السقا وإياد نصار وغيرهم من النجوم الكبار التانيين، وطبعا من إخراج المخرج الدكتور الكبير بيتر ميمي. وبصراحة في ردين فعل تجاه الفيلم ده. أولهم إن كويس إن هو يستخدم اسم زي كيميت والأرض السوداء والاعتزاز بحضارتنا وثقافتنا ودخولهم في الأعمال الفنية، خاصة إن في كتير من الشباب الصغير أو حتى من الناس الكبيرة هيعرفوا يعني إيه كيميت ويعني إيه الأرض السوداء، سواء بطريقة مباشرة في الفيلم أو بطريقة غير مباشرة. رد الفعل التاني للأسف هو ارتباط الفنان الكبير كريم عبد العزيز بشخصية عامة للأسف من دولة تانية. الشخصية دي معروفة بنوعا ما كرهها الشديد لمصر، وده ظهر في أكتر من حاجة سواء حاجات فنية أو غير فنية. آخرها الفيلم اللي اتلغى اللي كان اسمه النونو، اللي كان الفيلم ده بيتكلم بس عن واحد مصري نصاب في السعودية لا وبينصب على الناس أثناء الحج. فنتيجة ده كله في ناس متخوفة إن الفيلم يتكلم بصورة سيئة عن مصر، أو ممكن يكون بيشير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للأفروسنتريك، وطبعا دي هتكون نقطة سودة في تاريخ الفنان كريم عبد العزيز. ولكن الواحد عنده أمل إن الفنان الكبير أو كل الفنانين الكبار اللي في الفيلم أذكى من كده، وعارفين إن غلطة زي دي استحالة تغتفر. ولكن طبعا نتمنى أن يكون الفيلم كويس على المستوى الفني أو على مستوى ذكر مصر. وشكرا.